السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهارده طالعه لكم وصفه جميله جدا وسهله ومش هتكلفك اي حاجه خالص. هي طريقه اللحمه المشويه. بعد كده لو مشيتي على الوصفه دي مش هتشتري اي حاجه مشويه من بره تاني خالص. دلوقتي جبت الخلاط وجبت الطماطم وجبت البصل وجبت اللحمه بتاعتي. دلوقتي انا بوريكم اللحمه وبوريكم الطماطم وبوريكم البصل، وده الخلاط اللي احنا هنضرب فيه المكونات. هي طريقه سهله ومش هتاخد منك وقت. هي ما خدتش وقت خالص مني خالص، يعني ما خدتش غير نص ساعة ولا ربع ساعة. دي بس لازم تسيبيها في التتبيلة شوية علشان تدي طعم. دلوقتي هجيب الطماطم والبصل هحطهم في الخلاط. دلوقتي اهو انا بحطهم في الخلاط. دلوقتي كده بعد ما حطيتهم في الخلاط هضربهم، وحطيت فيهم اللحمة وحطيت عليهم فلفل اسود وملح وهحط عليهم خل. طبعا هتسيبيها في التتبيلة شوية. هتجيبي بقى جريل او طاسة هتحطي فيها حتة سمنة وهتسيبيها على النار لحد ما السمنة تسيح. دلوقتي كده انا ولعت عليها النار وسبت السمنة تسيح وهحط عليها اللحمة. دلوقتي اهو انا بحطها في الطاسة. بجد كان طعمها حكاية. لو مش متوفر عندك الجريل حطي في طاسة، لو متوفر عندك الجريل اعملي فيه. دلوقتي انا اهو بحط اللحمة. طبعا سبتيها في التتبيلة شوية، بعد كده هتحطيها على النار. انا طبعا سبتها في التتبيله شويه ودلوقتي هحطها على النار. هقعد بقى اقلب فيها لحد ما تستوي. اهو كده انا بوريها لكم وهي على النار. طبعا تفضلي تقلبي بقى فيها لحد ما تستوي خالص. ودي كانت النتيجه. انا عملت معاها مكرونه، لو انت عايزه تعملي معاها بطاطس اي حاجه جنبيها دي اختياري براحتك. متنسيش لو عجبك الفيديو تعمل لايك واشتراك وتفعيل الجرس وكومنت حلو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.